السلام عليكم. الجوع من أكتر المشاكل أو الأعراض اللي ممكن تبقى موجودة معايا لو أنا ماشي على نظام غذائي، وهو غالبا ممكن يبقى السبب الرئيسي اللي يخلي شخص يبوظ النظام الغذائي اللي هو ماشي عليه ويرجع يلخبط تاني. طيب إيه سبب الجوع أساسا؟ لو أنا شخص عندي دهون كتيرة في الجسم وعايز أنزل في الوزن، كل ما نسبة الدهون اللي في الجسم بتزيد، ده معناه إن أنا استطعامي للأكل العادي بيقل بطريقة كبيرة جدا. الشخص ده عشان يستطعم الأكل بيبقى محتاج حاجة مسكرة قوي زي الحلويات زي الشوكولاتة، أو حاجة مملحة قوي زي الشيبسيات وأي حاجة معلبة. تمام. طيب إيه تاني ممكن يكون سبب؟ السبب التاني إن أنا لما بمشي على نظام غذائي وبطل العادات الغذائية الغلط دي، الجسم بيبقى محتاج المصدر ده، لأنه مصدر سريع للطاقة، حاجة باكلها وبتعلي سكر الدم على طول. فأول ما بطلها يبدأ إحساس الجوع يزيد، ويبدأ إحساس الشراهة يزيد، لأن الجسم عايز مصدر الطاقة ده. النقطة التانية إن أنا كل ما كتلة الدهون عندي زادت، كل ما إفراز هرمون الشبع بيزيد معايا، وزيه زي أي هرمون لما بيتفرز بصورة كبيرة جدا يحصل منه مقاومة زي الأنسولين بالظبط. فأبدأ عندي في جوع دايما موجود، والجوع ما بيختفيش لأن هرمون الشبع ما عادش موجود بصورة كافية. فعشان كده احنا دايما نسأل في المتابعة: انت ايه الاخبار؟ هل في جوع؟ طب ايه اخبار النشاط؟ لان الاتنين دول هما اللي بيحددوا لي مدى استجابة الشخص ده للنظام اللي هو ماشي عليه، والتحسن ايه، وبيبقى علامة ان مقاومة الانسولين بدأت تختفي. شكرا.